السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي عملنا البابلز اللي هنا واللي هنا. في الفيديو ده هنكمل، لو في اي تفاصيل احنا ما عملناهاش نبدأ نعملها. عندنا هنا بابلز، ولو بصينا من هنا هنلاقي في برضو بابلز هنا جوه النعل. طيب هنبدأ باللي هنا، باللي هي هنا. نظهر بس النعل مع الريفرنس، سيلكت وبعدين ندوس سلاش. نبص من هنا عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط. نروح واير فريم. طيب الشكل ده عشان نبدأ نحدده محتاجين لوب كات هنا تمشي كده، وبعد كده نبدأ نشتغل على التفاصيل بتاعتها. واحنا عاملين سيلكت للنعل ندخل edit mode ونظهر السوليد، نضيف لوب كات كنترول ار هنا مثلا. تمام، وبعدين نروح واير فريم نظهر الفيرتكس ونبدأ نحدد الشكل بتاعنا. دبل جي حرك لفوق هنا مثلا، هندوس دبل جي كده لحد لما الفيرتكس دي تحدد لنا الشكل من هنا. دبل جي وهننزل لتحت هنا كده، احنا حددناه من هنا. وهنا هننزل بده لتحت شوية، جي زد كده، يبقى احنا حددناه هنا كويس. هنا نفس الفكرة، دبل جي كده، دبل جي، وهنا تمام. طيب دلوقتي هنمسك الفيسز من اول هنا لحد نفس الفيس في نفس المكان الناحية التانية اللي هو ده. فاحنا حددنا واحد، نروح كده حددنا واحد هنا، فاحنا عاوزين نجيب اللفة دي كلها. هنحدد واحد زي ما احنا كده، وبعدين نروح هنا عند اخر واحد ندوس كنترول شيفت كليك. تمام، هو كده حدد لنا من اول هنا لحد الناحية التانية. لو بصينا من هنا هنلاقي ان السلكت ماشي تمام. تمام، ده اللي احنا عاوزينه. نبص من هنا تاني. طيب نبص للريفرنس. طيب لو بصينا للريفرنس هنلاقي ان في خط داخل لجوه نفس الخط اللي هو فوق، وفي نفس الوقت هو ماشي مع سطح النعل من هنا. يعني هو بس مش داخل لجوه وعليه البابلز، لا هو داخل في نحت وطالع لبره ماشي مع مع النعل. طيب عشان نعمل كده هنبص من هنا، نظهر السوليد وهنعمل كنترول بي، نزود لوب كات واحدة بس بالسكرول كده مثلا، يبقوا 3 زي كده. نيجي نخلي هنا البيفل بتاعنا ارك، بس في مشكلة هنا حصلت ان هو عامل بيفل هنا، احنا مش عاوزين بيفل هنا ولا في دول كلهم. فاحنا هنرجع، لو طلعنا بره كده بص هتلاقي الشكل عامل ازاي. لا احنا مش عاوزين كده، كنترول زد. تمام، احنا عاوزين نحدد اللوب بس. واحنا عاملين سيلكت كده ندوس على رقم 2 من الكيبورد فوق عشان يحدد لنا أداة تحديد الإيدج. هتلاقيه محدد برضو الإيدجات اللي هي في النص. ندوس شيفت ونبدأ نعمل لهم دي سيلكت زي كده. تمام، ده اللي احنا عاوزينه، عاوزين الإيدج اللي بره بس. تمام، نبص من هنا نعمل كنترول بي شيفت عشان تقلل الحركة بتاعتك وتتحكم فيها كويس. زي كده مثلا، احنا محتاجين 3 لوب زي كده. طيب دلوقتي هنمسك الفيسز اللي جوه بس. اول واحد من هنا. تمام، او بلاش ده، نمسك نسيب الفيس ده زي ما هو عشان ما ندخلش ونطلع بيه تاني. الت وكليك هيمسك لنا اللوب كلها، احنا عاوزين اللوب اللي في النص. تمام، نتأكد ان هو عامل سيلكت صح. نبص من هنا نلف حوالين الشكل كده ونشوف هو ماشي صح ولا لا. تمام، ممكن نبص من هنا ونروح واير فريم زي كده بالظبط. تمام، اللوب اللي احنا ماسكينه هنبدأ نمشيه لجوه عشان خاطر يدينا نفس النحت اللي هنا. فاحنا هنعمل سكيل اس ودوس شيفت عشان تقدر تتحرك مثلا زي كده. نبص الشكل تمام، تقريبا ده اللي احنا محتاجينه. محتاج يزيد كمان شوية.
اس تاني وشيفت، وامشي لجوه شوية كمان. ايوه، اطلع كده تقريبا كده تمام. طيب نبص للشكل من هنا ونبص للريفرنس. تمام، هنلاقي ان الشيب اللي هنا المتحدد هو تمام، بس في هنا لو لاحظت في الزاوية دي، هو في الريفرنس واخد زي نظام زاوية حادة كده. بص للريفرنس من هنا، الزاوية اللي هي هنا دي. تمام، عشان نعمل الزاوية دي هنبص تاني من هنا ونروح edit mode. دلوقتي نضيف لوب كات هنا، تعمل لنا زي دعم للجزء ده عشان خاطر يحافظ على الزاوية بتاعته. تمام، فاحنا هندوس كنترول ار، عاوزين بالطول كده هنا. ايوه بالظبط هنا. نجرب كده لحد هنا ونشوف. تمام، بس محتاجين ننزل بالفيرتكس اللي هنا عشان خاطر الشكل يمشي مستقيم شوية كده. ندخل edit mode وبعدين نظهر الفيرتكس، نحدد دول واحنا في الواير فريم عشان يمسك اللي هنا والناحية التانية. بعدين نروح solid. دلوقتي ننزل جي زد كده، نمشي نبص للريفرنس كده. تمام، احنا كده يعتبر ماشيين معاه. تمام، بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. لو لقيت ان في تجاعيد هنا دي هنقدر نصلحها عن طريق ان احنا نزود في السب ديفيجن رقم زيادة بس عليه. نروح للموديفاير من هنا، نزود نخلي الليفلز بارت نخليها 3. نزود من هنا، بص هنا كده لما ندوس 3 هتلاقي الشكل ظبط معاك. تمام، ممكن تعمل له شيد سموث تاني يظبط معاك اكتر. تمام، بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. نبص من هنا بالظبط، نبص مثلا للشكل بتاعنا عشان لو في حاجة باظت. تقريبا في تغيير هنا حصل، هنا في زي نظام سبورت اتحط هنا، لكن مش هيعمل لنا مشكلة. ممكن نحرك دول، نشوف كده لو حركناهم جي جي كده، وما حركهمش كلهم ليه. نرجع كنترول سيت. دي مش هتتحرك. احنا ممكن نمسك دول بس 3 دول دبل جي كده، ونمسك دول دبل جي كده. تمام، الشكل يظبط معانا ويرجع زي الأول. هنا نفس الفكرة، نمسك ال3 دول مثلا نبعدهم عن بعض عشان طول ما هم قريبين من بعض زي كده هو بيعمل سبورت، فبيبدأ يديك زاوية. انت عشان تعمل زاوية زي كده بتعمل لوبس قريبة من بعض. فاحنا هنبعدهم كده دبل جي، وهنا دبل جي كده، يقوم الشكل يظبط معاك. تمام، دلوقتي نبص للشكل بتاعنا نتأكد ان اموره تمام. تمام زي الفل. نبص من هنا، نظهر الواير فريم عشان نشوف. تمام كده، احنا جهزنا الجزء اللي هنا. طيب بالنسبة للبابلز هنعملها بنفس الطريقة اللي عملنا بيها البابلز اللي هنا. تمام، نبص من هنا كده، نمسك النعل وندخل edit mode. دلوقتي احنا محتاجين الفيسز من اول هنا، تأكد ان هو عامل select تمام من اول هنا لحد نفس الفيس الناحية التانية، لحد هنا. كنترول شيفت وكليك يمسك لنا اللوب كلها. تمام، دلوقتي هنعمل شيفت دي انتر بعدين بي سيلكشن، نخرج بره، نمسك الشكل ده. هو ده اللي هيعمل لنا، اللي هيساعدنا في البابلز اللي احنا هنحطها هنا زي هنا كده بالظبط. نمسك الشكل زي ما احنا ماسكينه كده ومعاه الريفرنس سلاش. تمام، نبص من هنا. تمام، نمسك الشكل ده، نبص للريفرنس. محتاجين ادي 1 2 3 4 5 مثلا، تقريبا 5. فاحنا هنضيف لوب كات هنا 1 2 كده مثلا، كده 5. تمام، ملناش دعوة باللي بره، احنا عاوزين بس اللي جوه اللي هما ال5 دول بس. بعد كده نروح للشكل كده، شيفت دي انتر بعدين بي سيلكشن. تمام، دلوقتي امسح ده مش محتاجين، دول اللي احنا محتاجينهم.
نبص من هنا كده ونروح ندخل edit mode A عشان يعمل select لكل حاجة، وبعدين P من هنا بنقدر نفصلهم. دلوقتي كل واحد فيهم راح فين؟ أيوة، كل واحد فيهم دلوقتي بقى لوحده. تمام، دلوقتي هنمسكهم نبص كده. تمام، دلوقتي عاوزين نحولهم لكيرف. shift كليك يمين، كليك يمين convert to curve. شفت الشكل عامل ازاي؟ ليه؟ لان احنا ما عملناش ابلاي للسب ديفيجن. نرجع كنترول زد تاني، هنعمل ابلاي لكل الخطوط. نمسك واحد واحد، ابلاي تاني، تالت نفس الفكرة. بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. بعدين نعمل سيلكت ليهم كلهم، كليك يمين convert to curve. دلوقتي كلهم بقوا كيرف. تمام، دلوقتي ندوس سلاش نظهر السوليد. محتاجين البابلز اللي هنا. طيب احنا ما كناش واخدين كوبي من البابلز دي، بس هي دلوقتي لا، لسه في هنا نسخة نقدر ناخد منها دي مثلا. دي لسه واخدة الاري وواخدة الكيرف كويس جدا. بعد لما ناخد منها كوبي هنحولهم عشان خاطر تبقى امورها تمام ومتغيرش معانا. بعدين لازم نعمل لها ابلاي للاري والكيرف. دلوقتي اللي هنعمله ناخد منها كنترول سي كوبي. تمام، ونروح نظهر نمسك الكيرف دي كلها، واحد اتنين، نمسكهم. هيكون الموضوع شوية مزعج بس هنمسك كده مثلا. برضو لا، امسك كده، حاول تمسكهم او امسك دول كلهم كده، وبعدين كليك هنا، شيفت كليك عشان يعمل دي سيلكت. او من هنا كده مثلا، جرب تمسك كده مثلا. تمام، بالظبط. تمام كده انا حددت الكيرفات كلها. طيب ندوس سلاش، وبعد كده كنترول في عشان ينزل لنا البابلز اللي هنا. نمسح منها الكيرف ده، نمسك البابلز، ومن هنا نديها المسار بتاعها على اول كيرف زي كده. تمام، هنلاقي العدد زيادة. نمسك الدوائر بتاعتنا ونقلل الرقم بتاعها كده مثلا لحد لما يكون عند اخر المسار زي هنا كده. ونفس اللي عملناه شيفت دي انتر، من هنا بنغير المسار اللي بعده. نفس الكلام شيفت دي، نغير المسار اللي بعده. شيفت دي، تمام، شيفت دي، تمام، بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. بس محتاجين نزودهم شوية هنا. نمسك ده زي ما احنا كده ونزود الرقم لحد لما يكون اخر اللوب. اللي بعده هنا نزود. تمام، وده وده برضو. تمام، نبص للشكل نلاقي اموره تمام. سلاش تاني عشان يظهر لنا كل حاجة، وبعدين نبص على الشكل بتاعنا هنلاقيه زي الفل. تمام، طبعا لو في بابلز من هنا دخلت في بعضها نقدر نعمل لهم ابلاي. فاحنا هنعمل لهم ابلاي دلوقتي. ابلاي array وكيرف. نمسح الكيرف بتاعها خلاص هنا، نفس الفكرة، ونمسح الكيرف بتاعها نفس الكلام كده. ونمسح الكيرف اللي هنا. دلوقتي مثلا في بابلز داخلة في بعضها، فهندخل مثلا في ده نحذف منه اتنين، ندوس كليك في اي حتة برا، وبعدين نروح بس بالماوس عند دي وندوس حرف ال L. كده هو مسك الدايرة كلها بكل مكوناتها. بعدين عند التانية وندوس برضو ال، كده هو حدد الاتنين دول مع بعض. دلوقتي ديليت. تمام،
نطلع برا الايديت مود ونمسك اللي بعده نفس الفكرة. نيجي هنا ال، وكمان هنا برضو. تمام. هنا نفس الكلام edit mode ال ال. ماشي نحذف دي بس. نروح هنا ال ونحذف دي بس. طيب وهنا ال. تمام. تمام زي الفل. الناحية التانية دول تمام. خلاص زي الفل كده. تمام. يبقى احنا كده عملنا البابلز اللي هنا واللي فوق في الشريط واللي هنا على الكروكس. هنا محتاجين نعمل لها ابلاي عشان خاطر الشكل يفضل ثابت زي ما هو. نروح للدواير، نروح نعمل لها ابلاي. ابلاي من هنا برضو ونحذف الكيرف بتاعها. نفس الفكرة هنا. حسب كنترول زد. نمسك ده بس. ندخل واير فريم عشان نشوف الكيرف بتاعه بالظبط. نحذفه هنا وهنا. نمسك. تمام. هنا نفس الفكرة هنا. نحذف ده. يبقى معايا دول جاهزين كلهم تمام. ممكن نمسكهم ده شيفت، ده كمان دول كنترول جي عشان يخليهم كلهم كتلة واحدة. نفس الفكرة يعني نمسك دول كده. تمام. دول عملنا لهم ابلاي اصلا قبل كده كلهم كنترول جي. تمام. ونفس الفكرة هنا كنترول جي. تمام. بالظبط ده اللي احنا عاوزينه. دلوقتي يجي دور البابلز اللي هنا. تمام كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو ده لحد هنا، وان شاء الله بنكمل في الفيديو اللي جاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.